إذا غادي نبداو على بركة الله الإخوان. الحدث الأول اللي هو اللي في العلم ديالو هو الوفاة اللاعب عسيلة، اللاعب الدولي حسن عسيلة لفريق الشباب المحمدية، هو لاعب المنتخب ديال 76 واللي كان حرز عليها اللاعب الدولي أحمد فراس الكرة الذهبية. ورانا إذا دخلتوا الصفحة راه غادي تلقاو يعني فعلا كنعزي أهل، يعني الأهل ديال عسيلة، الحباب ديالو، عائلته الصغيرة كنعزيوهم، والله يرحمه والله يوسع عليه ضيق القبور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الجنة. كان بغض النظر الإخوان عسيلة، كان بعد بغض النظر على كرة القدم، كان واحد السيد الإخوان. الحدث الأول اللي هو كما ربما يعني أخلاقي ورجل طيب، ما تسمعش منه الكلمة القبيحة، حتى ولو انت قاعد تخطأ فيه ما يجاوبكش بالكلام القبيح. هذه من يعني ميزة في هذا السيد هذا، سبحان الله العظيم. أنا عشت معاه واحد الوقت، يعني عشت معاه واحد الوقت وانا كنت صغير، وكان كيجي عندنا للدار لان كان صديق الوليد، وكان كيلعب معاه في شباب المحمديه. هو ديك الساعه هو باقي جون وانا كنت صغير، يمكن 8 سنين 9 سنين 10 سنين، وكان كيجي عندنا مسكين للدار فعلا، لان كان صديق ديال الوليد بزاف وعزيز على الوليد، وحتى هو عزيز عليه الوليد. فبعد صراع طويل مع شوية المرض، ولكن المشكل وهو
واللي عندنا في المغرب حتى كيموت الميت عاد كيبانوا الحباب والمسؤولين ولا. سبحان الله. حتى مات عسيلة عاد الجامعة المغربية جات. حتى مات عسيلة عاد مسؤولين ديال شباب محمدية جاو عمرهم ما سولوا فيه. حتى مات عسيلة عاد كما كنقولوا كيوقفوا او خرجوا مسامر الميدة. سبحان الله. ما عرفتش هاد الظاهرة واللي هي غريبة في المغرب. كان رياضي، كان شاعر او كاتب، كان مناضل، كان سياسي، كان حتى كيموت. كان فنان، ولا سيما الفنانه مساكن تا هما الله يكون في عوانهم. واخا يكون فنان واخا يكون حتى كيموت الميت عاد كيبداو يبانوا ويخرجوا. المفروض اننا نكرموا الشخص او المرأة وهي حية، ونعتنوا بها وهي حية، ونديروا ما يجب فعله في الخير وهي حية، ونتواصلوا معاه وهو حي، ونجدوا معاه دائما صلة الرحيم وهو حي. لكن المشكل وهو حتى كيموت عاد يجيو الروضة وعاد كيبداو. وكان مسكين الله يرحمه في الوقت اللي هو كان وفعلا عسيلة كان في حاجة ومحتاج للمساعدة، ومحتاج للمساعدة المعنوية والمادية. لولا صاحب الجلالة نصره الله اللي كان هدا ليه او عطاه نظرا لي يعني المشاركة ديالو في المنتخب الوطني وفاسميتو، وسولوا عليه وقلبوا عليه ولقاو ما عنده مسكين والو، وعطاو واحد القريمة ديال واحد الطاكسي صغير هي اللي معيشاه، ولكن ما كافياش والحمل ثقيل والمرض. ومع ذلك كيقاوم حتى ان لقى الله سبحانه وتعالى. لا مسؤول ولا من الجامعة، لأن عسيلة عطا في الفريق الوطني وبسببه هو انتصرنا في بعض المقابلات. إذا كان جندي من جنود الرياضة، كان جندي من جنود الرياضة. إذا أعطى الكثير للفريق الوطني وحمل القميص الوطني، ولكن السي القجع في الحقيقة جاء القجع للمحمدية وحضر للجنازة، ولكن جا معطل. وهذا كيخصو ينطبق على جميع اللعابة اللي دازوا في المنتخب الوطني، لا السبعينات ولا الثمانينات ولا التسعينات. خاص الجامعة تشوف من حالهم، تساعدهم، تعاونهم. ما حدو حي، اما تلامات بقى ماي يجيو غياكلوها الكسكسو ويمشيو بحال صافي، يجيو غير ياكلوا الكسكسو ويمشيو بحالهم.
وهذا هو الخطأ ديال الجامعة المغربية وديال المسؤولين ديال بعض الأندية كمثل شباب محمدية، لأن شباب محمدية من العيب والعار. كنتمنى أن توصل هذه الرسالة واللي معنا يحاول يبارطاجي باش توصلهم هذه الرسالة. من العيب والعار أن عسيلة ما يجي حتى مسؤول من شباب المحمدية ويشوفوا ولا يساعدوا، حتى نهار اللي مات عاد جاو مسامر الميدة وعاد جاو قال لك تفكروا عسيلة، وعطى الكثير لفريق شباب محمدية. اللعيب اللي كانت الكل كيخاف من في هذيك الوقت شباب المحمدية، وما أدراك ما شباب المحمدية، لدرجة أن شباب المحمدية كانت المنتخب الوطني في هذاك الوقت كيجي تريني مع وياخذ تدريب مع شباب المحمدية. وكان عسيلة من أخطر العناصر الهجومية، فإلا كان ميسي ديال هذا الوقت فكان عندنا ميسي ديال السبعينات، والله كان عندنا ميسي ديال السبعينات والثمانينات هو عسيلة. إذا حضرت ليه أنا في بعض المقابلات ولا سيما مع الرجاء، إذا وقف جمهور الرجاء يصفق، والتحية لعسيلة على المقابلة اللي دار. لكن حتى الآخر حتى كيموت الشخص عاد جي تعزيني، فاش كتعزيني؟ جي واسيني في الوقت انا اللي محتاج لك، جي واسيني وحن عليا وعطف عليا وبدل الجميل في الوقت انا اللي وقفت المشوار ديالي، جا الدور ديالك انت. وهذا الخطأ جاري به العمل في المغرب. عدة لعابة لعبوا في المنتخب الوطني حاليا منسيين، عدة لعابة لعبوا في شباب المحمدية وراه مساكن باقيين على قيد الحياة راهم منسيين. منسيين. ذاك النهار كنشوف واحد الصورة ديال اللاعب اللبان، وما أدراك ما اللبان. العام اللي فات كنت في المغرب وكنتلاقى مع عبد السلام القلش وبوشير وسميتو ديال خو المرحوم قلاوة ابراهيم، يعني ولا احد ملي جريت معاهم النقاش والله ولا احد سول فيهم ولا سقسى فيهم. وزيد عليهم الحاج بدار الله يذكره بخير، حميد، عدة عناصر، لا في اتحاد ولا في الشباب. أين المسؤولين؟ واش هاد الناس ما عطاوش؟ وعطاو الكثير والكثير، لا الفرق ديالهم ولا السكينة ديالهم. وهاد الظاهرة هذه كاينة في المغرب كامل، كاينة في مراكش، كاينة في مكناس القديم اللعبة ديالو اللي عطاو. والله إلا راه سير شوفهم الآن مساكن. قنيطرة جديدة، عدة لعابة اللي مفروض على الجامعة أو الأندية ديالها أن تواسيها وهي حية باش ترجع فيها الروح والمعنوية، ماشي حتى كيموت عاد جاي تقول لي الله يصبركم.
لا سي الله يصبرك انت، ما هو مات مسكين، مات. عيب والله، لا عيب ومن العار. وكاينين حتى فنانه مساكن، عيب على وزاره الثقافه حتى هي اللي ما مهتماش ببعض الفنانه كيضيعوا، وبعض الفنانه اللي مراد وما لاقينش كيفاش يشريو الدواء. والبارح وانا كنبحث وكنلقى واحد الفيديو ديال واحد الممثل حتى هو من مدينه المحمديه كيشكي وكيبكي. هو الفنان مهول. ومن العيب والعار ان مسؤولين مدينه المحمديه ما يهتموش بالفنان مهول مهما كان الامر، مهما كان الامر. وهو هو فنان وعطى الكثير وبين الصوره كممثل ديال الساكنه المحمديه. هو الاخ باقي كنعقلوا الاخ السفاج، جزاهم الله خير، الله يطول في عمره. اذا مسكين كنسمع ليه كيبكي وكيشكي لان مهرجان كيدار وهو ماشي مهرجان دايرينو السوق النموذجي ولا سوق ولا عرض ولا ما عرفت شنو هو للبيع والشراء. والغريب في الامر ما كيعيطوش على ولاد البلاد والفنانه، وهذا عيب على المسؤولين. وهاد الظاهره هذه كاينه في المغرب كامل، ما عرفتش علاش. حتى كيموت الفنان ولا يموت الرياضي ولا يموت مناضل سياسي ولا نقابي، عاد كنوضو نبغيو نكرموه، وعاد كنكرموه. وهذا التكريم راه ما دايش، لان عاد كتجيو ديروا حفله وتقولوا تصويرتو ونعلقوا وراه حنا كنكرموا فلان وحقا ما نسيناش. لا، راك نسيتيه، هو حي وتفكرتيه هو ميت. كي درتي ليها؟ قولوا لي كي دار لي هذا؟ من العيب والعار. فالرساله ديالنا لجميع المسؤولين ولا سيما الانديه في جميع قطاعات لا الفن ولا المغرب، حاولوا تكرموا وتعشيوا الفنان وهو حي، حاولوا تكرموا وتعشيوا الكويري والرياضي وهو حي. ولا سيما كاين بعض الابطال اللي في البوكس واللي في الجيدو واللي في التيكواندو، والله لا مهمشين مساكن، والله لا مهمشين. ومن العيب والعار عليكم كالبطاله، واحد البطاله مغربيه حتى هي مسكينه كتقاسي مع الزمان. عيب. ملك خويا من العيب والعار، وبطاله مغربيه بنت المحمديه مهمشه حتى كيموتوا مساكن، حتى كيمرضوا ويموتوا عاد كنبداو نتفكروا اش هاد العقليه، اش هاد التصرفات، باش حتى خرجت شي ميزانيه يدوزوا جانبها والنص يعطيو لحبابهم. ما تخرجوا لي موالو، راه مات مسكين صافي، بغاكم هو حي. اما لا مات لا داعي له، لا داعي. فالمرحوم عسيلة مسكين مشى مظلوم صراحة، ما نصفاتوش الجامعة، ما عاوناتوش الجامعة المغربية، ما عاوناتوش. واخا جا القجع ولكن فات الفوت. كان القجع يفكر فيه ملي كان حي، ويفكر في جميع اللعابة، ماشي غير جميع اللعابة ديال السبعينات والثمانينات، ويسولوا الاحوال ديالهم وكيفاش المعيشه ديالهم مساكن، واللي على خير بخير
واللي خصو يتعاون، وكاين اللي محتاج للدواء، كاين اللي محتاج للمساعده. والله الى عيب عيب عيب. وكنقولوا على اننا كنتقدموا، فلا كان تقدم كاين في الارقام من ناحيه المغرب، فعلا كاين تقدم والحمد لله، لكن في الانسانيه ما عندناش تقدم، عندنا التهموش، كنهمشوا بعضياتنا، ما كنبغيوش نهزوا بعضياتنا، ما كنبغيوش وما كنرضاوش ان نهزوا واحد يكون احسن منا، لا نخليوه طيح. على سبيل المثال حسين حاليا ديال الاتحاد مسكين، اين هي الاتحاد؟ علاش ما تساعدش هذا الراجل؟ ولا شباب المحمديه تاهي علاش ما تساعدش حسين؟ عدة الاخوان والله يحز في النفس، والله يا اخوان يحز في النفس، من العيب والعار، من العيب والعار على مسؤولين في جميع القطاعات، جميع المجالات، حتى في المجال الاجتماعي والجمعيات المدنيه للمجتمع المدني. ما كنسولوش في شي واحد الى مرض حتى كيموت، ما كنساعدوش شي واحد الى مرض والظروف ديالو الاجتماعيه والحاله ديالو الاجتماعيه، اللي نساعدوه وهو حي ويمشي فرحان حتى لا مات. الاقدار بيد الله، والعمر كما كنقولوا بالمغربيه ولا بالعربيه بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن ملي كنكون شي واحد محتاج، واخا ما يكونش مريض، يكون محتاج، عنده ظروف عائليه، اليد قصيره والعين بصيره، وما نساعدوش بعضياتنا وما نعاونوش بعضياتنا حتى يموت، عاد نجيو وكان المرحوم والله يوسع عليه والله اياه. ولكن فين مشات النضالات ديالو؟ فين مشات الوقوف ديالو؟ فين مشات الكره ديالو والفن ديالو؟ فين مشى الفن والخشبه ديالو؟ عيب على المسؤولين. كاينين فنانه في الميدان الفني حتى هما محتاجين، كيتصارعوا مع الزمان، كيتصارعوا مع المرض، كيتصارعوا مع الظروف، وما كاينش اللي كيقلب عليهم ولا كيساعدهم مثل وزارة الثقافة. كتجيب عيب، عيب وعار على وزارة الثقافة، كتجيب مغنيين وفنانة من دول أخرى وبلدان أخرى وتخلي ولاد البلاد. كيف ما كان نوعه راه ولد بلادك، كيف ما كان ساعدوا وعاونوا راه ولد بلادك. من العيب والعار. فعيب على الجامعة المغربية وعلى وزارة الثقافة المغربية أن تهمش ولاد البلاد، أن تهمش الفنانة وتهمش الرياضيين اللي عطاو وضحاو. وعيب على وكاينين اللي كيناضلوا في سبيل الراية المغربية، ولكن اللي كيبانوا غير دوك المنافقين، واللي كيظهروا غير دوك المنافقين والفاسدين، وهذا عيب وعار. فكنتمناو الرسالة ديالنا لا لوزارة الثقافة ولا الجامعة المغربية لكرة القدم أن تشوف الناس وهي حيين، تعاون الناس وهما حيين، كل رياضي كل فنان وتعاونهم وهما حيين. اما لا مات لا داعي، راه غير الجيران يتكلفوا به بلا ما تجيو، وبلا ما تجيو لا الجايين ديك الساعه ما كتبقاش عندك مظهر وما عندها لا حلاوه ولا تشي والو. ساعدوه وهو حي، ساعدوه هو في الحياه، في الوقت اللي كان كينادي الاستغاثه
ولكن ما كاينش الاذن اللي تسمع، ما كايناش. فلا اله الا الله. الله يرحمه ويرحم جميع الاموات ويرحم جميع المسلمين والمسلمات. وكان صيفط رساله الى المسؤولين ان يشوفوا في الفنانه راهم كيتكرفسوا، راه كيتمحنوا، راه عيب وعار. الفنان حتى يموت عاد يمكن لينا نجيو نشوفوه ونديروا مهرجانات اللي هي ديال الملايين والملايير كنخسروها. علاش؟ كنجيبوا واحد من بلاد اخرى ولا من دوله اخرى ونهمشوا ولاد البلاد، وكتلقاهم عطاو الكثير والكثير وفي ظروف صعبه، ومع ذلك غلقوا دوك النوافذ في الوقيته اللي خصهم كافحوا مساكن، وفي الوقيته اللي كيحتاجوا الوزاره ما كيلقاوهاش. ماشي عيب؟ ماشي عار؟ والله لا عيب عليكم وعار على وزاره الثقافه حتى هي. فالله يهديكم. شوفوا، هزوا بحالتنا، حنا مغاربه خصنا نهزوا بعضياتنا، نهزوا بعضياتنا هو الاول عاد نشوفوا البراني. هزوا ولاد بلادنا هما الاولين عاد نشوفوا البراني. هذاك المليون ولا 6 المليون ولا 5 المليون اللي غادي تجيب واحد من برا وتعطيها ليه وولد البلاد محتاج ليها، كيدور ما بين القهاوي مسكين، ونوبه يدير سهره، نوبه ما يديرش، نوبه يجريو عليه، نوبه يطلعوه. داك النهار انا كنناقش مع واحد، كنشوف واحد الاخ كيكتب اننا في محنه باش يديروا مهرجان واننا محاصرون. كتبت ليه انا واش انت، هل انت يعني متقيد؟ واش انا يسحب لي شادينو؟ عاد جاوبني مسكين قال لي لا راه كنتقاتلوا معاهم اخويا. لا اله الا الله. مع العلم ان في بلاده ودولته والاموال امواله، اموال الشعب، اموال الضرائب، وكيخلص ضرائب. فلماذا ما نعيطوش ليه ونكرموه ونعاونوه باش يبدع ويعطي؟ علاش نهمشوه ونخليوه بارك في القهاوي ديال النميمه؟ لان الخطا ديال وزاره الثقافه، خطا ديال وزاره الرياضه، الشبيبه والرياضه. وهذا هو علاش كنضيعوا فنانه وكنضيعوا لعابه ورياضيين في مجال البوكس، في مجال التيكواندو، في مجال الجيدو، في مجال بزاف ديال المجالات. بزاف ديال المجالات كاينين ابطال وعندنا ابطال، ولكن مساكن مهمشين، نسويين ورجال، رجاله وعيالات كاينين ولكن مهمشين. كاين اللي ربح ميداليات ورفع رايه المغرب وباقي مهمش، حتى واحد ما كيعرفو. والله لا عيب، عيب، عيب ان الفنان يضيع، الرياضي يضيع. اذا كانت هذه رساله نتمناها توصل للمسؤولين ويشوفوا بحال الناس اللي باقيين حيين، اما حتى اللي ماتوا الله يرحمهم مساكن.